ايه لازم التصريح زي ده هربان من سنه 2018 جاي في 2025؟ يعني مش لاقي لها اي سبب، مش لاقي لها اي مبرر. ده الدنيا فرح والاهلي في كاس العالم للانديه والدنيا زي الفل. ايه الهدف من ورا تصريح زي ده؟ ايه لازم التصريح زي ده في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ احنا بنفتح في حاجه سنه 2018. ايه فايده الزج بموضوع زي ده والزج باسم معالي المستشار تركي آل الشيخ، كما لو انك بتفتح موضوع بفتنه جديده؟ مين مستفيد يعني مين مستفيد من تصريحات زي كده؟ احنا شايفين هذا الدعم الكبير جدا جدا اللي بيحصل للرياضه المصريه من خلال موسم الرياض ومن خلال اللي احنا شايفينه خلال السنه اللي فاتت من استقبال للاهلي والزمالك في السوبر الافريقي وما قبله وما بعده، واللي انتم شايفينه خلال الفتره اللي فاتت، وهذا الكم الكبير من الزخم اللي موجود مع حضراتكم في MBC مصر. وهدفه ايه؟ ما هو الاهلي ده نادينا المصري، لكن نفتح في موضوع قديم لمصلحه مين الحقيقه؟ هذه التصريحات غير موفقه، لا الزمن زمانها ولا الوقت وقتها، ولا هي التصريحات اللي المفروض تخرج في توقيت زي ده واحنا بنتكلم في ظل فرح كبير جدا وعلاقات طيبه جدا جدا وفرحه لجمهور النادي الاهلي وتغطيه ما بعدها تغطيه من MBC مصر وحاله زخم كبيره جدا جدا. هذه التصريحات لم تكن موفقه على الاطلاق.